في المدارس لا تسمع أصوات الأجراس وحدها، بل تمر أعمار كاملة بين رنة البداية ورنة النهاية. قبل أعوام طويلة كانت 3 فتيات يحملن دفاترهن الصغيرة ويمضين نحو فصول الدراسة دون أن يدرين أن الزمن سيعيدهن إلى الممرات ذاتها، لكن بصفة أخرى، لا متعلمات هذه المرة، بل صانعات للمعرفة وحاملات لمشاعرها. مضت نورة هندي في دربها حتى وقفت عام 1418 على الضفة الأخرى من الحلم، حيث تتحول الطالبة إلى معلمة، والدفتر إلى رسالة، والسنين إلى عطاء لا يرى إلا في ملامح الأجيال. تنقلت بين المدارس ثم عادت إلى الظبية، وكأن البدايات كانت تنتظر اكتمال دائرتها. وفي الوقت ذاته تقريبا كانت زهرة عبد عقيلي تفتح نافذتها الأولى على الحياة العملية بعد تخرجها عام 1417. دخلت الميدان وفي يدها العلم، وفي قلبها يقين بأن أعظم ما يترك للناس ليس ما نملكه بل ما نمنحه. أصبحت الأعوام تتعاقب من حولها وهي راسخة في مكانها كشجرة يستريح تحت ظلها العابرون. أما زهرة شبعاني فقد جاءت إلى التعليم وفي روحها ذلك الإيمان الهادئ الذي لا يحتاج إلى إعلان. بدأت رحلتها عام 1421 ومضت تحمل أيامها فصلا بعد فصل حتى استقر بها المقام في الظبية، وهناك تركت إرثا من نور تهتدي به العقول. 3 مصابيح سلمت نورها إلى مصابيح أخرى، ثم وقفت تتأمل الطريق الذي امتلأ ضياء. سنون كثيرة مضت تلاشت فيها أصوات الشرح، اختفت مئات الحصص من الذاكرة، وبقيت كلمات صنعت ثقة، ونصيحة غيرت اتجاها، وابتسامة أنقذت قلبا صغيرا من الانكسار، وأجر دائم لا ينقطع بإذن الله.